مثلا ضباط من الجزائر دخلت إلى وساعدت النظام في غرف العمليات، وساعدت النظام في قتل الشعب السوري. جنرالات تبقى منهم حوالي 220 تقريبا، 218 ضابط وصف ضابط وعنصر من الجيش الجزائري تم أسر عدد كبير منهم بعد سقوط نظام الأسد. ضباط جزائريين دخلوا بصفة رسمية يعني؟ نعم بصفة رسمية. يجب أن نوضح أمر أستاذ الكريم، أن الجزائر تعرضت لثورة في التسعينات. هذه الثورة تم التعامل معها كما تم التعامل مع الثورة السورية. يعني في الجزائر تم تأسيس أو اختراق الفصائل الإسلامية، وبالتالي قامت هذه الفصائل الإسلامية بالتعاون مع أجهزة المخابرات الجزائرية في قتل الشعب الجزائري، وبالتالي تم إلصاق تهمة الإرهاب في الشعب الجزائري الثائر. هذا ما استنبطه النظام السوري والاستخبارات السورية من الثورة الجزائرية.